كل الناس عملت الترند الجديد وانا لسه ما عملتهوش. انا بقى هعمل لكم النهارده الترند الجديد بتكاته وبحركاته ومن غير لحمه خالص وبطريقتي انا. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو لسه ما عملتليش متابعه واشتراك اعملي لي متابعه واشتراك ولايك. اول حاجه معايا انا هحتاج ربع صدر فرخه وورك فرخه مخليين. انا هستعمل خليط من الاتنين زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الكبة بتاعتي وهاخد معايا بصلاية تكون حجمها وسط ومتقطعة احطها في الكبة، ومعايا الفراخ بتاعي وعليهم كمان قطعة من الدهن او قطعة من اللية او قطعة من الدوش، واخد الكلام ده كله اضربه معايا في الكبة. وبعد كده انزل بقى معايا لما لقيت الخليط اتضرب معايا كده نص ضربة، انزل بقى معايا بمعلقتين كبار من الزبادي واكمل ضرب تاني لحد ما ينعم معايا خالص. نعم معايا اهو. هعك بقى عيدي حبة من الزيت واعوم شايلة الخليط بتاعي واحطه معايا في الطبق، واحط بقى البهارات بتاعتي عبارة عن بابريكا، توم بودر، بصل بودر، ملح وفلفل اسمر، واقلب كل الكلام الجميل ده كله في بعضه. كل الكلام دوت اتقلب في بعضه. وهحتاج كمان نسيت اقول لكم معلقتين كبار من النشا علشان تمسكها لي كده وتحتفظ بيها. هقلب بقى كله شايفين، وحبة من الزيت. شايفين عملت معايا ازاي؟ بقت حلوة وجميلة معايا. هجيب بقى ورق الزبدة وادهنه معايا زيت عشان ما تلزقش معايا، عشان انا مش ضامنة ورق الزبدة بتاعي. هجيب بقى قطعة واخدها بقى واحط فوقها كمان ورقة من الزبدة مدهونة بالزيت، وافردها معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده، وارولها معايا واحطها في الصينية. واعمل كمان التانية كمان احط كمان ورقة الزبدة وحبة من الزيت وحبة من الفراخ بتاعتي، وفوقها كمان ورقة من الزبدة مدهونة زيت، وبرضك هفرد الفراخ بتاعي لحد ما سمكها يكون حلو، والف رول واحط بقى كله في الصينية هو اتكمل معايا. واحط بقى معايا كمان قرنين كده من الفلفل وادخلهم الفرن. ما بياخدوش وقت تماما، والله ما بتاخد وقت، ربع ساعة كده، نص ساعة بالكتير. وطلع معايا شايفين شكله وجماله وحلاوته رهيب خطير وجميل جدا. شايفين عامل ازاي؟ حلو قوي. بس ورق الزبدة معايا كان بعافيتين شوية، في حبة كده لزقوا معايا فيه، بس نزلت جميلة جدا وريحتها حرفيا قلبت البيت. عملت بقى حبة سلطة كده بالبصل والصماع والملح والفلفل والكمون، وعليهم كده طماطم وحبة من البقدونس، وقلبت كله ببعضه بقى. شايفين؟ جبت بقى رغيف العيش بتاعي وحطيت معايا الفراخ بتاعتي وفوقها سلطة السلطة بتاعتي وعليها حبة من الطحينة. الطعم والريحة حكاية. وممكن كمان تعمليه بعيش سوري كده كريبات كده وتعمليه رول وعلى الطاسة بتاعتك وتسخنيه، هيبقى خطير. وجبة سهلة وخطيرة وجميلة جدا، ولا خدت وقت ولا خدت مجهود. وانا عملت الترند الجديد ونقفل بقى لحد كده الترند الجديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم.